صباح الفل عليكم. طبعا يعني شفتوا وصلة الردح اللي كانت بين صاحب شركة العقارات وسما المصري. والله هو دي النهاية الطبيعية. هي كانت طمعانة فيه تاخد منه 50,000 جنيه كل شهر، وهو كان طمعان انها تعمل له دعاية لشركته، بس هو ما قالش كده وهي ما قالتش كده. فاللي حصل بينكم ده النهاية الطبيعية. لانك انت مش هتجيب سما المصري وتديها 50,000 جنيه من غير ما تستفاد منها. دلوقتي حضرتك هزقت نفسك، و يعني اتعمل لك دعايه، بس للاسف دعايه سلبيه. لو كنت الفلوس دي ال50,000 جنيه دي جوزت بيها بنت يتيمه او فقيره كان افضل لك. او لو كنت طبعا لو كنت جبت شاب او شابين يشتغلوا عندك، ما اعتقدش ابدا ان انت كنت هتديهم 50,000 جنيه في الشهر. ما نابك غير ان حضرتك اتهزقت، وهي تابت او ما تابتش دي حاجه بينها وبين ربنا. انت ما تقولش ده جهاد، لانك انت مش مفوض علشان تتوب الناس. انت كنت سيبها لربنا، وكنت بص لشغلك بما يرضي الله، مش تجيب واحده تديها 50,000 جنيه وفي الاخر تطلعوا تشرشحوا لبعض على الميديا. سلام.